صباح النشاط والعمل والإتقان في العمل والورد الحلو لأحلى ورود في العالم، أحلى متابعين. بدي أشكركم كتير كتير على ثقتكم اللي منحتوني إياها، ويا رب يا رب أكون قد هاي الثقة. كتير امبارح ناس اتصلوا بأبو مصطفى وحكوا له إنه من طرفنا، وشكرا كتير لكم. في ناس سألوه عن بورصة. أبو مصطفى بيقترح عليكم اللي بده يروح يوم واحد على بورصة ويرجع بنفس اليوم. أبو مصطفى بوصلكم على المينا، وهناك بتطلعوا أنتم بالعبارة لحالكم، بيستقبلكم سواق تاني هناك في بورصة. السواق اللي هناك بياخذكم على الأماكن السياحية المهمة، أو إذا أنتم بدكم تروحوا مكان معين، وبرجعكم على العبارة. هون باسطنبول برجع أبو مصطفى ياخذكم من العبارة لباب الأوتيل. أما اللي رايح عدة أيام ومحتاج أبو مصطفى يضلوا معاه طول النهار، بروح معكم وبيجي معكم بالعبارة. زي ما قلت لكم، الموسم والعرض والطلب كثير بيأثر على السعر، فاللي بيجي بالشتاء مثلا أكيد حيلاقي سعر أرخص. ويلا ادعوا لنا اليوم، إن شاء الله إن شاء الله رح ناخدكم مكان كتير حلو، احنا كتير بنحبه، ويا رب تنبسطوا معنا اليوم. قبل ما نطلع بدي احكي شكرا كتير لكل الكلام الطيب اللي بتبعتوا لي اياه، والله العظيم غمرتوني بذوقكم. عارفين وين رايحين؟ لا مو عارف محمود؟ انا معي محمود. طبعا هذا مسجد المجيدية بأورتقاي والبسفور، وهذا الجزء الآسيوي. هذا الأخ محمود صديقي وابن صديقتي، أو مش صديقتي، صديقتي وبنتي طبعا، هي الله يسعدها ويرضى عنها، محمود وأبو محمود. محمود بأي صف؟ أنا عراقي. أنت من وين؟ الرياض. أنت سعودي يعني؟ لا ولا؟ أردني. وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى بحيرة صبنجة. رح أفرجيكم إن شاء الله كم شغلة هلأ. الله أكبر والعزة لله. أذن الظهر وما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع هالجمال الواحد ما بيقدر يقول إلا سبحانك لا إله إلا أنت. بحيرة صبنجة من أجمل بحيرات تركيا. إن شاء الله بس كمان شوي حقوم أفرجيكم جمال هذا المكان. أخذنا جزلمة، خبز عصاج، جبنة، سبانخ ولحمة. طلعنا على صبنجة مع ام محمود ابو محمود اصحابنا. ام محمود تعرفت عليها على منتدى زاد المسافر، ومن يوم هاليوم واحنا ما شاء الله اصحاب، مع انها هي قد بنتي يعني، الله يسعدها. طبعا ابو مصطفى هو القائد الرسمي لرحلتنا لصبنجة، وان شاء الله حنروح اماكن حلوه كثير باذن الله. بس بدي اقول لكم، خلي ام محمود تحكي لكم شغله عن بورصه. ام محمود الله يسعدك، انت وصلتي على مطار صبيحه وطلعتي على بورصه، كيف طلعتي؟ كيف وصلتي؟ أول إشي أنا مبسوطة إني شفت أم معان، هذا أهم شيء. يعني لما بتوصل لمطار صبيحة بتطلع من باب المطار في كشكين أمامك، كشك يمين بوصل لبورصة، كشك يسار لتقسيم. الكشك اللي على يمينك هي بودي على بورصة، بس ما بيودي دايركت، فبننسى الكشك اليمين واليسار. في مكان تاني، في عمارة لونها رصاصي يسار الكشك اللي على اليسار. البوابة أول ما بتشوف العمارة في بوابة بتدخلها، في مكتب تاخد تذاكر. هناك بتاخد تذاكر الشخص 35 ليرة، والأطفال تحت 12 ممكن مجانا يعني. طبعا بوصل لبورصة دايركت. هاي طريقه كثير حلوه للناس اللي واصلين لمطار صبيحه ورايحين على بورصه يقعدوا يومين او ثلاثه. طبعا هاي المعلومة الرائعة تعلمتها من عشقي بورصة، بتابعوه على يوتيوب وعنده على الانستغرام ما شاء الله عليه. شكرا حبيبتي محمود على المعلومات. وحبيت أخبركم بالنسبة للوصول إلى صبنجة، عندك خيارين: يا إما بتاخد سيارة مع سائق،
أو بتستأجر سيارة وأنت بتسوقها لسفنجة. أما المواصلات العامة لا، كتير صعب الوصول. في مواصلات عامة، مش إنه ما في، بس صعب كتير الوصول فيها. إحنا إجينا مع أبو مصطفى بياخد لسفنجة $250. الحمد لله رب العالمين. مرقنا شوية هالقزلمة تشحي، عم نتمشى هلا على البحر. المناظر خلابة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كافيهات ومطاعم، طبعا آيس كريم وذرة. اللي ما بده يقعد بالكافيهات ترى انتبهوا، هون في كراسي تقدر تقعد على الكرسي مباشرة، مو ضروري تقعد بالمقهى. أحد المتابعين من الطايف، حياكم حياكم أهل الطايف، وشكرا كثير على الكلمات الحلوة واللقاء اللطيف. مطعم شهرزاد هون كثير سمعت عنه، حقيقة أنا ما جربته، بس أنا بعرف إنه كثير طيب. هون في مقهى أولمبيا، هون أعداد داخلية، وهاي القعدة الخارجية تاعته إطلالة رائعة. هي الإطلالة أصلا على اسبانجا كلها رائعة، بس القعدة هون فعلا مميزة وجميلة. أوعكم تيجوا على اسبانجا وما تاكلوا من عند هذا الرجال الطيب. الجيمات، لقمسي، عوامة. بدنا تنتين. ايش رايكم ناخذ من تنتين؟ عم بيحمل نار عشان يقلي لنا جديد. ثانية بالعوامة كيف بيعملها. واحنا طول السنة بنكتب على المنتديات تاعت الطبخ كيف نعمل العوامة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله يبارك له، شغله فعلا فعلا من اطيب العوامة ترى اللي اكلتها. باجي على اسبانجا اكل من عنده. احنا والاتراك بنحط عليها قطر شيرة، بس عندنا في الامارات بحطوا عليها دبس او عسل. هلا كمان شفت صبية كويتية بتقول لي كمان بالكويت بحطوا شيرة زينا يعني. قرفة؟ هاير. هدول القوارب اللي بحب يستأجرها يتمشى بالبحيرة فيها دراجات مائية. أظن كانت نص ساعة ب10 ليرة، مش متأكدة هلا كم، بسألكم إياهم هلا. هدول القوارب اللي بحب يستأجرها يتمشى بالبحيرة فيها دراجات مائية. أظن كانت نص ساعة ب10 ليرة، مش متأكدة هلا كم. وإحنا ماشيين لقينا حنفية المي هاي زي العسل ما شاء الله، حلوة كتير المي. تقدر تقولوا أغلب المطاعم هون حاطين ألعاب للأطفال. هون في محلات إكسسوارات. صاحب المحل بقول هدول فضة، بس اللي هون لا، إكسسوارات مش فضة. سوفينيرات بهذا المحل كتير حلوة على فكرة. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الطريق جميل، إطلالة مباشرة على البحيرة. تمشوا في بسكليتات على فكرة. سبحان الله، كل سنة بنلتقي بحد من أصحابنا. ربنا بسخرنا الناس الطيبة من فضل الله علينا، بنقضي معهم كتير وقت حلو. الحمد لله، ما في أجمل من أقدار رب العالمين. أحيانا الواحد بيزعل وبيتضايق لإشي ما صار معاه، بس سبحان الله بكون كله خير إله، بكون ربنا مخبي له إشي كتير منيح. وزراف في حمر وحشية. بالطريق لنا تركاي. شايفين ما شاء الله، هاي بدت تركاي منتجع كامل. وصلنا إلى مكان من أجمل 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 أماكن تركيا، نتركاي.
من وين ابدا مش عارفه. اعداد تاخذ العائله. سامعين صوت الشلال انتو ولا لا؟ إذا قدرت حفرجيكم الشلال اللي هناك، رح أحاول. تخيلوا حالكم ساكنين بواحد من هالأكواخ هاي، شوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إهداء خاص جدا للأخ الفاضل أبو ماجد ابن صاهلة، وكتير كتير كتير شكرا على كل إشي يا أبو ماجد. كيفك؟ ولا معبرني اصلا عاد والله، يعني انت ما شاء الله عنك. هون في قاعدة داخلية شتوية، وهون القاعدة الخارجية. طبعا اعداد مش قاعدة واحدة، اعداد لا تعد ولا تحصى. عم نلحق ورا البطاط. بدنا نودع نتركاي من فضل الله. اجينا على معشوقية. قلت لكم هون في هذا المكان الجمال لا ينتهي ما شاء الله. التقينا بالاخ تركي من السعودية ومستأجر سيارة من مطار اتاتورك. ايش رايك تجربة استئجار السيارة الى صفنجة؟ لا ممتاز. تركيا تحتاج سيارة أصلا. طب اسطنبول بتسوق فيها؟ لا وبس بتيجي هون؟ بس الشمال التركي والأماكن الطبيعية. ممتاز. اسطنبول لا ما تستحق. في صبنجة 3 أيام. 3 أيام. أيوة، لما أروح اسطنبول أسلم السيارة. ممتاز، يسلم ايديك، شكرا كثير. واحلى عرسان في معشوقية ما شاء الله تبارك الرحمن. اتوقع لما يكون في مي كثير بتلف بتدور. هاي مزرعة سمك. تقييمي للمطعم اللي كنا فيه في معشوقية. طبعا معشوقية مكان جميل جدا، والمطعم مكان رائع، مستوى الأكل عادي جدا، والأسعار تبدو في المنيو جيدة، ولكن للأسف لما جابوا الفاتورة لقيناهم مزودين تقريبا 55 ليرة. هلا مش الحال، رجعوا لنا جزء بسيط جدا. احنا غلطتنا انه ما سمعنا كلام ابو مصطفى، كان بياخذنا على مطعم ثاني وقلنا لا نزلنا على هذا عجبنا الشكل، بس معلش الواحد بيتعلم. وصلنا اورتكوي. عارفين شو هاي؟ اول ما نزلنا لقيناها هاي فوارغ مشوية اللي هي مصارين الخروف. هذا محار محشي كتير زاكي. هلا بفرجيكم اياه من جوا. اوكي ليمون.
في أورتوكوي. هذا أورتوكوي جولدن، مش عارفة ايش اسمه، فظيع اللي عنده، فظيع. محار صح. كمان هون المحار مو طبيعي، المحار يا جماعة شو طيب. هذا صف محلات البطاطا الكومبير، اسمها كومبير. غير الاسم مستر كومبير، ما كان اسمكم مستر كومبير. وافلز والايس كريم، ما شاء الله ما شاء الله. كمان هون بأورتوكوي حاطين نظارات تقليد، وهون سوفينيرات اللي بحب. عجبتني هاي مع اني انا عمري ما عرفت اخيط، بس حلوة. بالساحة هون في مكتبات كتب مختلفة، اغلبها بس بالتركي. وهي مسجد المجيدية. بالويك اند بنهاية الاسبوع هاي الساحة بتكون كلها اكشاك، اكسسوارات وملابس. كل الاطفال بس شافوا الالعاب صاروا بدهم يروحوا على الالعاب. اجينا على بلتاش نشوف، نحاول نلاقي طاولة على البحر، اشك في ذلك بس يعني نحاول. والله ما في مكان هون مو حلو. بدي احاول اصور الكومبير من كافة الجوانب والاطراف. اخذنا الكومبير من أورتوكوي كومبير ايفي، يعني بيت الكومبير. بصراحة ممتاز جدا جدا جدا. عينك علي جاركنا يا عيوني، ولا عينك علينا. الله الله شد مسمر جنة. هيهم لذيذين الاتراك، صحيح هم ناشفين جدا بس والله مناح. لذيذين. تشكر إدريم، شكرا جزيلا على رزول صوت. عم بدي افرجيكم عمال النظافة بس كيف نضاف هم اصلا. على طول هلا اجاني مسج وين موقع المحار. شايفين هذا المكان، يعني تخلي بطاطا الكومبير على يمينكم، وهون وهناك على اليسار المكان. بليرة. بس افرجيكم الاسم منيح، أورتوكوي